بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مكرونه بالبشاميل. اول حاجه هنسلقها المكرونه وبعدين هنعمل العصا. دلوقتي ميه بتغلي، انا هحط فيها ملح، هحط فيها المكرونه لحد ما تتسلق هصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي الوقت هعمل عصاج. عندي لحمه مفرومه وبصل عليه فصين توم، هقلبهم على بعض. انا هكتفي بالدهون اللي في اللحم، وبعدين هحط عليها شويه عصير طماطم بس اما البصل واللحمه يتشوحوا مع بعض كويس. مش شوحت اللحمه مع البصل، هحط حبايتين طماطم مفرومين في الكبه او معمولين بالمبشره، مبشورين بالمبشره او متقطعين زي مزاجك او مضروبين في الخلاط، وهبهر. دلوقتي هجيب البهارات نشوف مع بعض. هنحط ملح وفلفل وبهارات ورشه حبهان بودر وهنقلب ونسيب العصاج يستوى كويس. وبعدين دلوقتي هجهز البشاميل. انا عندي لتر لبن و3 معالق دقيق بهرتهم بملح وفلفل على خفيف، هحطهم في الخلاط وهضرب الدقيق مع اللبن كويس قوي، وبعدين هحطهم في حله على النار واقلب. بعمل بشاميل بدون سمنه ولا زيت، بس اللبن سايباه بخيره بوشه، هو لبن حليب كويس دسم سايباه بقشطته علشان انا مش هحط ماده دهنيه. هضربه كويس واحطه في حله واقلب مستمر على النار. اللبن مضروب في الدقيق على النار وهقلب مستمر لحد ما يجيلي القوام اللي انا عايزاه. ان شاء الله وصلت للقوام. شايفين القوام الجميل، لا هو تقيل جدا ولا هو خفيف. القوام اللي يخلي الكريمي اللي يخلي المكرونه جميله، واسهل طريقه للبشاميل، ودهون اقل، كل حاجه واسرع. يعني طريقه جميله جدا للبشاميل. اللي ما بيعرفش خالص يعمل البشاميل ده هتخليه يعمله بابسط طريقه. الرحيم انا جبت صينيه دهنتها سمن، هاخد مقدار من البشاميل احطه تحت خالص، وبعدين هحط طبقه من المكرونه وبرضه هسقيها بشاميل. هنشوف مع بعض لما اكملها واسويها. حطيت طبقه، هاخد مغرفه كمان من البشاميل هحطها عليها بالمنظر ده، شايفين؟ وبعدين هحط العصاج بتاعي واسويه عليها على كل الصينيه بالتساوي. هخلصه ونشوفه مع بعض. ما شاء الله رصيت الصينيه كويس جدا اهي. هكمل بقيه المكرونه، اغطي الوش كله بقيه المكرونه، وبعدين هحط البشاميل على الوش وارش عليه قطرات من السمنه، لان انتوا عارفين ان انا ما حطيتش سمنه لا في العصاج ولا في البشاميل. انا اكتفيت بالدهون اللي في العصاج، وما شاء الله في كميه دهون كتير جدا، يعني ما شاء الله. هسويها كويس ونحط العصاج مع البشاميل مع بعض. شايفين صوص البشاميل مش تقيل، لان انا عايزاه قطعه تبقى كريميه. نيجي نقطعها تلاقيها كريميه جميله كده. طبعا انا مسخنه الفرن قبل ما ارش الصينيه، هحطها في الفرن على طول. هرش بعد قطرات السمنه دلوقتي على وشها، هتديني بقى يعني احنا عارفين صينيه البشاميل من الحاجات اللي ما بتغيبش، اللي كل حاجه فيها مستويه. المكرونه مسلوقه والبشاميل مستوي والعصاج مستوي بالمنظر ده كده، حاجات خفيفه كده على الوش. وهحطها في الفرن ونشوف ان شاء الله النتيجه مع بعض. ما شاء الله شايفين الجمال، شايفين ما شاء الله. طبعا هي سايحه لسه خارجه من الفرن. شايفين قد ايه جميله، والحشوه جميله بتاعتها لسه سايحه بقى. طبعا المفروض شوف الدخان، المفروض نسيبها تبرد، بس احنا بقى ايه مستعجلين عليه. وبألف هنا وشفا.